تعالوا النهاردة هنعمل قاعدة بيضاوية لأي شنطة كروشيه. عايزة اقول لكم ان في الفيديو ده هنتعلم اي مقاس تعمليه. لو انت حابة المقاس المطلوب هقولك ازاي تعمليه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل القاعدة البيضاوية زي ما قلت لكم بأي مقاس. انا هستخدم هنا خيط مكرمية بيور مقاسه 1.5 ملي، وده الخيط المناسب لأي شنطة تقدري تعمليها. بعد كده هنستخدمه كتير جدا في الفيديوهات الجاية لشنط الصيف. تمام. اول حاجة انا لو حابة مثلا الشنطة بتاعتي او القاعدة بتاعتي تبقى مقاس 25 وعرضها 10 سنتي، يعني 25 طولها وعرضها 10 سنتي. هعمل ايه؟ بنقص ال25 ناقص ال10 هيتفضل لي 15. ال15 سنتي دول هي مقاس السلسلة او بداية السلسلة اللي هنعملها للقاعدة. فهبتدي اعمل سلسلة مقاسها 15 سنتي. طبعا اي بقى عدد من السلاسل، بس اهم حاجة ان هي تبقى مقاس السلسلة. بعد ما بخلص السلاسل يبقى مقاسها 15 سنتي. وهنا عملت اهي السلسلة، تعالوا نقيسها مع بعض ونشوف هي 15 سنتي. تمام، بقت 15 سنتي. بتبدأي ان انت ترتفعي لحد ما توصلي للمقاس المطلوب. والمقاس السلسلة ده هيوصلني لقاعدة طولها 25 وعرضها 10 سنتي. هبدأ ارتفع 3 سلاسل ودول بمثابة عمود، وهاجي بعد كده اسيب ال3 سلاسل دول واجي في السلسلة الرابعة واعمل عمود بلفة. تمام بالشكل ده. طبعا احنا هنتزايد من الجنب ده ومن الجنب التاني، بس ال3 سلاسل اللي انا عملتهم دول بمثابة عمود. تمام. ودخلت السلسلة الرابعة. هبدأ بعد كده ادخل بقى في كل السلاسل اللي هتقابلني، هدخل عمود بلفة عادي جدا لحد ما اوصل لنهاية السطر. وهنا وصلت لنهاية السطر، عملت عواميد عادية جدا. جيت لنهاية السطر في اخر سلسلة دي عملت عمود بلفة، هبدأ اعمل فيها تزايد وهبدأ اشتغل في داخل اخر سلسلة دي 5 عواميد بلفة. عملت كده 2، وده التالت وده الرابع واخر واحد الخامس. يبقى عملت داخل السلسلة دي اللي هي اخر سلسلة 5 عواميد بلفة بنفس الشكل. عملت عملية تزايد. تمام اهو، لو عدينا هنلاقيهم 5 عواميد بلفة. هكمل عادي بقى خالص، كل سلسلة هتقابلني هشتغل فيها عمود بلفة لحد ما اوصل لنهاية السطر، وهعمل نفس التزايد في الجنب التاني. بس هقولكوا على طريقة حلوة علشان نقفل السطر وما يبانش بداية ونهاية السطر. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو شكل القاعدة البيضاوية كان شكلها مش باين خالص في نهاية وبداية السطر. انا هكمل للاخر ونرجع. وهنا خلاص كملت الاخر اهو. تعالوا بقى اخر سلسلة، فاكرين ال3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم دول اهم؟ شايفين 1 2 3؟ شايفين السلسلة بقى دي السلسلة دي اهو 1 2 3. في السلسلة الاخيرة دي هشتغل فيها، هي دي اللي هعمل فيها التزايد بتاعي. فانا هشتغل فيها 4 عواميد بلفة. طب 4 ليه مش 5؟ لان التلات سلاسل اللي انا ارتفعتهم في الاول هم دول بمثابة العمود الخامس بتاع التزايد. هنا انا عملت اهو اول عمود بلفة، هبدأ اشتغل تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة، رابع عمود بلفة. تمام خلاص كده. الخامس بقى هو اللي هقفل. بصوا انا عملت هنا 4 عواميد بلفة، شايفين؟ هبدأ اشتغل بقى ايه، هقفل السطر فهيكون لي العمود الخامس. طب هقفله ازاي؟ اهو شايفين ال3 سلاسل دول؟ في تالت سلسلة هبدأ اعمل غرزة منزلقة، وبكده قفلت وكون لي 3 سلاسل عمود الخامس، علشان يبقى المقاس الجنب ده نفس مقاس الجنب التاني بالظبط.
وما يبانش بداية ونهاية السطر. طيب هنرتفع 3 سلاسل، والثلاث سلاسل دول بمثابة عمود. المثابة عمود ايه؟ بتاع التزايد بتاع السطر اللي قبله. لو لاحظنا ان احنا لما نيجي نقفل هنا السطر من هنا بناخد العمود ده كمان ان هو واحد منهم، وابدأ بقى اكمل السطر عادي جدا. يعني اهو ده العمود، فوق بقى كل عمود هشتغل عمود بلفة. فهمتوا الفكرة؟ يعني انا لما بشتغل 3 سلاسل، الثلاث سلاسل دول العمود بتاع الصف او بتاع التزايد اللي انا بعمله من الجنب ده. هكمل عادي جدا لحد ما اوصل هنا ونشوف هنعمل ايه. وخلاص وصلنا اهو تمام للخمس عواميد بلفة اللي احنا عملناهم هنا بنفس الشكل ده. هبدأ بقى اشتغل فوق كل سلسلة عمودين بلفة، بحيث ان انا اعمل تزايد، فهيتكون لي 10 عواميد بلفة في الجنب ده. تمام، يبقى انا بعمل في كل سلسلة عمودين بلفة علشان اعمل عملية تزايد اهو بالشكل ده كده. كل سلسلة معايا بعملها عمودين بلفة بالشكل ده. يبقى الجنب ده كون لي 10 عواميد بلفة. تمام اهو شايفين كده انا عملت كل سلسلة عمودين بلفة، كل سلسلة عمودين بلفة. بعد كده بقى هكمل السلاسل او العواميد فوق كل عمود عمود عادي جدا لحد ما اوصل للجنب التاني بتاع التزايد علشان اقفل السطر. هكمل كل ده لحد ما اوصل للخمسة دول. هنا خلاص خلصت اهو. هبدأ اعمل عملية تزايد في نفس الفكرة ونفس الطريقة بتاعت الجنب التاني، بس طبعا في قفلة للسطر علشان ما تبينليش بداية ونهاية السطر. وهي ان انا لما باجي اعمل عمودين بلفة في كل سلسلة، هاجي في السلسلة الاخيرة انا كنت عاملة عمود بلفة، كنت عاملة 3 سلاسل ودي بمثابة عمود. فلما اجي اقفل في السلسلة اللي هتشوفوها دلوقتي، انا دلوقتي كل ده شغالة عمودين بلفة في نفس السلسلة. هنيجي بقى لاخر سلسلة هنشتغل فيها عمود واحد. بصوا هنشتغل هنا عمود بلفة تاني. هاجي دي اخر سلسلة. شايفين انا هنا اشتغلت اهو 2 4 6 8. المفروض هنا بشتغل عمودين تاني عشان اقفل 10. العمود اللي هو الثلاث سلاسل دول اللي احنا بنشتغلهم في اول السطر هم دول بمثابة عمود. يعني انا هعمل عمود واحد بس. تمام، ولما اجي اقفل السطر هعد 3 سلاسل، وفي السلسلة التالتة 1 2 3. في السلسلة التالتة ببدأ ادخل منزلقة، وبالثلاث سلاسل بيكونوا لي العمود التاني في السلسلة. فبكده يبقى عندي 10 عمود بلفة. تمام اهو بالشكل ده. شايفين مش باين بداية ونهاية السطر. هبدأ اكرر العملية وارتفع 3 سلاسل، وقلنا الثلاث سلاسل بمثابة عمود للتزايد اللي قبل ده، وابدأ اشتغل عادي جدا. فوق كل عمود هيقابلني عمود بلفة لحد ما اوصل للدوران اللي احنا بنعمل فيه التزايد. حابة تعملي في الدوران ده ماركر علشان تعرفي بداية ونهاية التزايد. تمام، انا هنا بعرف ازاي. بصوا باجي هنا اهو بلاقي هنا اول التزايد اهو. هبدأ بقى في التزايد ده هعمل عمود بلفة فردي وعمود بلفتين زوجي، يعني بعمل مرة فردي ومرة زوجي، يعني بعمل تزايد بالشكل ده. تمام لحد نهاية الدوران او لحد ال10 عواميد بلفة اللي انا كنت عاملاهم في السطر الاولاني. ببدأ اشتغل عمود بلفة، عمودين بلفة، عمود بلفة، عمودين بلفة في نفس السلسلة لحد ما اخلص الدوران. وهنا خلصت الدوران. هعمل بقى عواميد بلفة عادية لحد ما اوصل للدوران التاني. تمام بالشكل ده. الدوران التاني برضو بنفس الفكرة ونفس الطريقة. هبدأ ان انا اشتغل عمود بلفة، عمودين بلفة، عمود بلفة، عمودين بلفة. بس في نهاية السطر لما اجي اقفل المفروض ان انا بشتغل عمودين بلفة في اخر السلسلة، بس هشتغل عمود واحد علشان الثلاث سلاسل اللي انا ارتفعتهم في الاول
هو ده بمثابة العمود، وهي دي نفس الطريقة ونفس الفكرة، وفي الاخر هيطلع لي القاعدة منتظمة جدا، مفيش بداية ونهاية السطر، هتلاقوها مفيش، بصوا بتحسيش اصلا ان انت عاملة القاعدة ببداية ونهاية السطر، كأنك عاملاها داير ما يدور. وطبعا بنستخدم فيها العمود بلفة، ودي اسهل طريقة تقدري تعمليها وبشكل منظم. ويا ريت لو انتوا عملتوا يعني الفيديو ده او نفذتوا القاعدة دي، ابعتولي على الفيسبوك. انا حاطة على الفيسبوك على القناة الفيسبوك بتاعي، تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا وتبعتولي كل حاجة ان انتوا بتعملوها او بتستفيدوا منها في القناة. تمام، هبدأ اهو هنا عملت عمود بلفة، عمودين بلفة، والنهاية المفروض ان انا اهو في النهاية دي، بصوا انا هنا المفروض ناخد بالنا، لقيت هنا ان انا عاملة عمود بلفة واحد، والمفروض ان انا بعمل عمودين بلفة. طبعا وارد ان انت تغلطي، وارد ان احنا بنفك كتير، وطبعا عايزة اقولك ان احنا من الفنانات اللي بنفك كتير جدا الحاجة بعد لما نكملها خالص. وده بقى عايزة اقولك ده الصبر اللي احنا بنتعلمه من الكروشيه. تمام، هبدأ المفروض ان انا بعمل عمودين بلفة، هنا بقى ايه، هقفل في تالت سلسلة. وبس كده قفلت في تالت سلسلة. هبدأ اعمل بقى اخر سطر معايا. تمام، وده اخر سطر. هبدأ ان انا اقرر الشكل والعملية بنفس الطريقة، بشتغل 3 سلاسل، ودول بمثابة عمود للسطر اللي قبله او للدوران اللي قبله، وابدأ اشتغل عادي. بس في التزايد ده بقى هبدأ اشتغل الاول السلاسل دي كلها، كل عمود لحد ما اوصل لبداية السطر. وزي ما قلت لك لو انت حابة تحطي ماركر تمام. طيب انا بعرف ازاي ان هي بداية السطر؟ بصوا باجي هنا بشوف الاقي ان انا بادئه هنا اول التزايد بعمود بلفة، وبعد كده بلاقي على طول العمودين بلفة، فبعرف ان دي بداية السطر. هبدأ بقى اشتغل في التزايد ده واحد عمود فردي وواحد عمود فردي، وفي التالت بعمل عملية تزايد. يبقى في السطر الاخير ده بعمل في تالت سلسلة اللي هي التزايد، اللي هي عمودين بلفة في نفس السلسلة. هكمل الدوران ده لحد الاخر، وهكمل لحد الدوران التاني علشان نشوف قفلة السطر، ونشوف كمان المقاس اللي احنا كنا عاملينه مظبوط ولا لا. وهنا وصلت لاخر السطر، وهبدأ اقفل بمنزلقة. وطبعا المفروض ان انا بعمل 2 سلسلة في نفس السلسلة دي، بس بعمل عمود واحد، بعمل قصدي عمود وبقفل بالعمود التاني بس، وهرتفع سلسلة تثبيت وهقص الشغل. وتعالوا نشوف هل المقاس اللي احنا عملناه في الاول، لو فاكرين ان احنا كنا عايزين مقاس القاعدة ان هو يبقى طولها 25 وعرضها 10، ولما طرحنا الاتنين لقيناهم ان احنا نعمل سلسلة بطول 15 سنتي. وهنا اهو طولها 25 وعرضها هيبقى 10 سنتي. يبقى الطريقة دي حلوة جدا. يبقى اي مقاس انت عايزاه لاي قاعدة بتطرحيهم من بعض، والرقم اللي بيطلع بتعمليه طول السلسلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون فدتكم. شكرا لكم متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.